اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في برنامجنا اكلك في رمضان. النهارده عندنا اكله جميله جدا 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 زي ما احنا متعودين في برنامجنا. هي اكله الزلموكه. الزلموكه زي ما احنا عارفين اكله جميله شعبيه طريه حلوه وزلموكه. هنشوف طريقه عمل الزلموكه النهارده. اكتبي معايا يا ستنا المقادير. عندي ملح، عندي كمون وصلصة، وناخد فاصل صغير كده ونرجع لكم عشان نشوف طريقة عمل. وجزمة انهي جزمة فينا، ومش انهي جزمة فينا احنا جزم، يعني انهي جزمة اي حد فينا يعني. ففكرت ان احنا لو عملنا حاجة مخصوصة بقى لينا احنا، فكل ما يجي عند حته يقول لي بدل الارض تبقى جنيه، انا كنت بقع في الارض. يبقى اللي انا معاك يا ريس. كل واحد فيهم كان ليه سكة، والاتنين كانوا مسخرة. اليوم ده يعني انا بعتبره لنفسي اكتر يوم ضحكت فيه في حياتي. انتوا هتشوفوا المفاجأة. انا كنت يائس تماما. البرنامج ده اللي هو تصبحوا على خير. هتقول يا حسين ان احنا طلعنا على الهوا. يا حسين انت منسجم معلش يا جماعه. كنت جايب ام بي 4 صغير عاجبني كده من الوكاله ب 120 جنيه 2 جيجا، كان عامل شغل حلو زي ما احنا شايفين. جبت حلتي الصغيره نكمل مع بعض طريقه عمل الزلموكه. جبت حلتي الصغيره، الصلصه بتاعتي حلوه ديت، نقلب المنظر اللي احنا شايفينه ده. كمون ما يضرش برضو، تقلب كويس. اكياس مش عارف ليه طويله، قلت 100 مره حسين جيبولي اكياس صغيره، الاكياس الكبيره دي ما بتدوبش في الميه، فتخلوا بالكم من الموضوع دوت. ما يضرش بقى شويه زعتر ولا حاجه او شويه ملح، حط برضو يعمل شغل معانا في الاكله. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو الو الو. شيف شربيني. ده اتصال ده ولا تهديد بالقتل؟ ايه يا حسين؟ ايه الناس المجرمه دي يا حسين؟ طيب ونكمل طريقه عمل الزلموكه. معلش يا جماعه بنعتذر عن الناس دي. ايوه الو يا شيف شربيني. الو يا شيف شربيني. الو. شربيني يا شربيني. يا سلام على الاصوات الحنينه، مش الناس اللي قاتله 4 دي. معاك مدام رشا. ستي انا والله لسه متجوزه جديد، وكنت عايز اسال على شويه اكلات كده. ايوه. السؤال الاول كنت بسال على اكله الخراؤوتي. اكله الخراؤوتي يعني زلموكه وخراقوط. طب اكتب معلش بعد اذنك. بمناسبه يعني انها حلقه الزلموكه. ما هي حلقه معفنه اصلا. بعد اذنك السؤال الثاني عايز اعرف طريقه عمل الجبنه الريكفورد. الجبنه الريكفورد. استغفر الله العظيم، الناس دي بتجيب الاسئله دي منين يا حسين؟ انتوا مسلطين الناس عليا يا حسين. يا عم مش هينفع يا عم اللي انت عاملهولي ده. ده ناس بتقول لك الجبنه الريكفورد ده ب 22 جنيه في السوبر ماركت، يعني مش هيغلبوا. لا اله الا الله. بص يا ستنا، انا اقول لك برضو طريقه عمل الريكفورد عشان محدش يزعل مني
انا راجل فلاح وبتكلم باسلوبي. بس بعد ما نشوف الخرا اوتي. بالنسبه للخرا اوتي بنجيب الاوتي اللي هو القوطه، جميل، والاوتي فين طبعا. احسن اللي مش عارف يسيب نمرته في الكنترول وتقول له، عشان انا ما ينفعش اقول الكلام ده. وندي الاتنين في بعض، نجيب الخرا اوتي مع بعضه ونقلبه كويس، ناخده ناي على النار كده، وبالهنا والشفا. احب برضو نسمع صوتك. ونكمل بقيه عمل الزلموكه. زي ما احنا شايفين جبنا الزلموكه حطيناها في الحله. نبتدي دلوقتي ندخلها في الفرن، نسيبها لمده 3-4 ساعات. نرجع نشوفها. نعمل سلطه بسيطه كده، قطع شويه طماطم، شويه جزر، شويه اي حاجه. نعمل ايه؟ سلطه. نرجع نشوف ايه الزلموكه استوت ولا لا. استغفر الله العظيم، مش طلعها يا حسين. ايه المنظر ده يا حسين؟ قلت لك زلموكه يعني يا عم. حلوه مين؟ بقول لك زلموكه ازاي تبقى حلوه؟ ده الريحه زي الزفت. بصوا يا جماعه، انا اقول لكم نصيحه. الزلموكه دي اتشد عليها السافون من الاخر. والحمد لله في حلقتنا ديت عملنا حاجه جديده لطيفه طريه وزلموكه. واشوفكم في حلقه جديده من اكلك في رمضان.